قناة سكولي هتقدم النهاردة الفراخ البانيه بشوية تريكات هتخليها في حتة تانية خالص، مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه، والقشرة كمان مش هتقع أبدا. يلا نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد، لايك وشير الفيديوهات علشان نوصل لعدد أكبر من الناس. توم مهروس حوالي 5 فصوص، لبن، معلقتين خل عشان نروب اللبن، ملح حسب الرغبة، فلفل اسود، بهارات فراخ، 2 معلقة كبيرة مستردة هتدي لون وطعم مميز جدا للبانيه. هننقع قطع الفراخ في الخليط وهنسيبها منقوعة على الأقل ساعة. بعد النقع هنضيف بيضة، 2 معلقة كبيرة من الدقيق، وهنقلب الخليط كويس جدا. هنجيب كيس نضيف هنحط عليه البقسماط، هنغلف قطع البانيه بالبقسماط وهنضغط عليها كويس جدا عشان القشرة تتماسك واحنا بنقلي الفراخ. هنرش بقسماط على الطبق اللي هنحط فيه قطع البانيه، هنرش كمان بقسماط بين طبقات البانيه وبعضها، وهنسيبهم بعد كده في التلاجة حوالي نص ساعة قبل القلي. هنقلي البانيه في زيت غزير وساخن، دوقوا بقى أحلى بانيه ممكن تاكلوه، طري وجوسي من جوه ومقرمش من بره، وألف هنا.